عن دعاء كميل شيخنا، فيقول في جزئية أين كنت يا ولي المؤمنين، يقول هل يخص هذا الداعي أو المدعو إليه؟ وكنت كيف تعرف كنت؟ يعني هل هي كنت أو كنت؟ ما أعرف، يعني كان قصده بالإعراب يعني. أنا منذ أن التفت منذ سنوات إلى الإشكال في هذه العبارة. نعم. لما نقول أين كنت، فهذه تحمل يعني توصيفا لله أو تحييزا له في مكان، وهو منزه عن المكان. فعدلت عن ذلك إلى قولي أين كنت، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمن، يعني وين ما أكون في الآخرة أنا أناديك يا رب. أين كنت، حتى لو أكون بجهنم نعوذ بالله فأناديك حتى تخرجني. هذا هو اللفظ الصحيح في دعاء كميل. أما اللفظ الأول فهو خطأ، ومع الأسف خطأ شائع، خطأ شائع عند حتى الكثير من القراء والقراء الأدعية وكذا، يقولون أين كنت. هذا خطأ. أين الضبط يأتي بهذا بالمعاني، من خلال المعاني، وما كان فتحة وضمة وشدة ذاك وكسرة ذاك الوقت في زمان كتابة هذه الأدعية. ما كان أصلا تنقيطها، ما كان تنقيط. لا يا أخي، أي كتاب؟ أنا أقول هذا يعني هذا الدعاء وأمثاله من أين جاء؟ جاء لنا من المخطوطات. المخطوطات تلك ما كان فيها فتحات وضمات وكسرات، وحتى تنقيطها ما كان فيها كثير منها. بعدين هاي الأمور جاءت من إجا وكتبوا هذول اللي مطابع خلوا فتحة على أين كنت. ما يصير. هذا لازم واحد يضبطه من خلال معرفة المعاني وترجمتها وضمها مع ما أسسه أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فنقول أين كنت، هذا من مرة أخرى أكرر. أي واحد يقرأ دعاء كميل خليه يأكد على هالفقرة، يقول ماذا؟ أين كنت، يخلي ضم على التاء، وينبه غيره إلى أن الكل إن شاء الله يمتنع عن هذا الخطأ بإذنه تعالى. جزاك الله خيرا سماحة الشيخ.